خطة جزائرية جديدة لبناء سفن حربية تعد الأكثر تطورا في القارة السمراء. هذه المرة ستتعاون الدولة الأفريقية مع الصين بدلا من روسيا من أجل تعزيز قدراتها العسكرية والدفع بصفقات عسكرية جديدة. وبعد سنوات من التفاوض مع روسيا على مشروع مشابه، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عزمها البدء في بناء سفن حربية صينية من طراز تايب 056 والتي تطورها مجموعة هودونغ تشونغوا لبناء السفن. وتسعى الجزائر إلى شراء 6 وحدات إضافية من هذه السفن على أن يتم بناء واحدة على الأقل في حوض بناء السفن المحلي الذي يقع في مدينة عنابة، وذلك بالتعاون مع الخبرات الإيطالية في هذا المجال. وكانت موسكو تخطط لبيع سفن حربية مشابهة للجزائر، حيث قدمت عروضا كثيرة في السنوات الماضية، بيد أن تفوق السفن الصينية جعلها الخيار الأفضل للجزائر التي باتت تدرس خياراتها على ما يبدو بعيدا عن روسيا، في خطوة يراها البعض نهاية صداقة ثنائية دامت طويلا ربما. بالإضافة إلى الصين، اختارت الجزائر التعاون مع خصم كبير لروسيا هو الولايات المتحدة، فالجزائر كانت قد أبرمت مذكرة تعاون في مجال الدفاع مع واشنطن لتؤكد بذلك رغبتها في تغيير وجهة شراكتها العسكرية. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة، فإن أكثر من 85% من العتاد العسكري في الجيش الجزائري مصدره روسيا، غير أن وسائل الإعلام المحلية بدأت بالفعل تروج لإمكانية الانفتاح على صفقات جديدة بعيدا عن الكرملين.